تعرف مثلث برمودا؟ اه طبعا. طب عشيرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن حاجه غامضه، حاجه مرعبه، حاجه تخلي ضربات قلبك تدق بسرعه جدا، ويمكن كمان تكون اسوأ من امتحان ميكانيكا لطالب في ثالثه ثانوي. ايه ده؟ بس احنا مالناش في الرعب. طيب للي ما سمعش عنه، فهو حاجه مرعبه كده زي محمد زيدان وابو تريكه وعمرو زكي في 2008. هو اكيد يعني حد سمع عنه، بس مش الرعب بتاع ابو رجل مسلوخه والوحوش وافلام الرعب والكلام ده حاجه ثانيه خالص. اول حاجه لازم نعرفها موقع مثلث برمودا. يعني لو كان عندك اطلس ولا خريطه العالم حطهم على جنب، مالهمش لازمه ومش محتاجينهم. ركز بقى معايا كده وافتح جوجل ماب وهات خريطه امريكا. جبت خريطه امريكا، خليك ماشي بقى لحد ما توصل ميامي، بعدين اكسر شمال كده على برمودا ومكان اسمه بورتريكو. احسب بقى المسافات ما بينهم وخلصها. فيا صديقي العزيز، انت كده حاليا في مثلث برمودا، ولو كنت تعبان من الحسابات فهو ببساطه في المحيط الاطلسي. تخيل كده لو كانوا قرروا يفتحوا هناك فرع ماك، كان هيبقى مقطع برضه للاسف. المهم، يا ترى ايه السبب في تسميته مثلث برمودا؟ اكيد كان عشان ما يبقاش اسمه مربع الموت بتاع اخوات الجيهه، احلى مسا عليكم. او السبب الثاني انه ممكن يكون متسمي على اسم جده ولا حاجه، بس في الحقيقه هو الاسم طلع عليه كده بمحض الصدفه. بيقول لك بقى ان الطيارات والمراكب كل ما تروح في المكان ده تختفي وما يبلهاش اي اثر، فص ملح وداب، زي ما الصحابه الجدعان كده خلصت من حياتنا للاسف. اشهر حادثه كانت سنه 1945 واللي اتعرفت بالرحله 19 لما 5 طيارات امريكيه اختفوا في ظروف غامضه اثناء تدريب عسكري في المنطقه دي. تخيل 5 طيارات اختفوا. بس سيبك انت، سواقين الموقف عندنا يعدوا ابوها وهي محمله 4 ورا كمان. وبعد الحادثه دي بدات الخرافات تطلع، اللي يقول لك ان في وحش كبير قوي من اللي بيخوف ده هو اللي بياكل الطيارات والسفن واي حاجه تروح هناك، وبيقول لك كمان بياكل دماغ اي حد يروح هناك. لا مش بيتكلم كتير، يعني بياكل الدماغ بجد. فنصيحه مني يا عم الوحش، اعمل دايت عشان سمعتك بقت زي الزفت وعشان ما تفضحناش مع الناس. واللي يقول لك انا شفت بعيني مركب تايهه ناحيه مثلث برمودا وقمت طاير عليها جري ودخلت جواها، لقيت عليها شاي لسه نازل من على النار. فتقريبا كانوا صناعيه بيشطبوا المثلث ولا حاجه. مثلث ولا بندقيه؟ اسف، فلاش كوميدي. بالمناسبه بقى، هو ده تفكير الغربيين فعلا، اللي بيصدقوا بالخرافات والمعتقدات دي. نسيبنا بقى من شغل العبث ده، البس نظارتك يلا ونكسر بقى يمين تالت شارع عند النظريات العلميه. يعني لو عايز تقنع نفسك ان في حاجه علميه فعلا ومش خرافات زي اللي كان بيتقال من شويه، تعال اقول لك. واحده من النظريات دي بتقول ان في تيارات مائيه قويه بتسحب المراكب دي، والمعروفه بالدوامات، زي فرد الشرابات في الغساله كده بالظبط. وفي نظريه تانية عن غاز الميثان، يعني الغاز ده بيطلع من قاع المحيط ويعمل فجوات هوائيه ضخمه وبالتالي المركب ينجرف ويغرق. والنظريه الثانيه اسمها اضطراب المغناطيسيه او اضطراب الجاذبيه، يعني لو البوصله وانت هناك بتخرف ممكن يكون سببها مثلث برمودا. كأن البوصله بتقول لك بالظبط روح يمين، لا طب استنى روح شمال، لا طب خلاص الشارع اللي جاي. فبتنتهي انك بتلبس في كوبري اكتوبر الساعه 2 الظهر في عربيه صاحبك اللي التكييف فيها عطلان. وفي نظريه مصنفه انها علميه، مش عارف ازاي صراحه، بس تمام هنقولها برضه. بتقول ان السبب ممكن يكون منطقه من المحيط فيها سحابه كهربائيه، يعني لو ناوي تسافر هناك خلي معاك شاحن تليفونك. صراحه مش عارف ليه هتاخد الشاحن بتاعك، بس يعني ما تسمعش كلامي. والنظريه الاخيره بتقول ان اللهم احفظنا، يعني اللهم احفظنا، ان دي عاصمه ابليس، يعني الداخل فيها مفقود والخارج مولود. هو ده اللي بيحصل فعلا. لكن في نهايه هذه القصه اللذيذه، مثلث برمودا هيفضل لغز كبير جدا. يمكن يكون فعلا التفسيرات العلميه دي حقيقيه، ويمكن يكون حاجه من الخرافات دي برضه حقيقيه، الله اعلم. بس المهم ان احنا عرفنا حاجه جديده وشويه معلومات عنها، ويمكن برضه دي كلها مش حقيقيه، برضه الله اعلم. فنخلي بالنا، يعني لو فكرنا نسافر هناك ولا حاجه ناخد معانا قارب ولايف جاكيت والراجل اللي كان بيعزف في فيلم تايتانيك. وبس كده، شكرا ليكم على المتابعه. صح، لا مؤاخذة نسيت. لو عجبتكم الحلقه ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب ولايك. انت حر بقى، سيفوتك كل جديد. انا علي مجدي، شكرا لكم.